السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه حلويات اسماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه اخرى من وصفات ديال حلويات العيد البسيطه سهله والمذاق لذيذ جدا. هاد الوصفه هذه ديال هاد الحلوه جد سهله سريعه بطريقه تخلينا نساليوها مده قصيره وبلا ما نستعملوا لا طابع لا مرشوم. ما نحتاجوش اننا نبقاو نكوروا العجين، يعني طريقه سهله بزاف والمذاق كيجي ولا اروع. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. انا دائما كندير نص ديال المقادير، يمكن لكم دائما تضاعفوهم الا بغيتو كميه كبيره. فانا هنا غادي نستعمل 125 غرام ديال الزبده ونص رابعه ديال الزبده. انا هنا هاد المره دايره زبده حيوانيه او زبده ديال العبار، بما ان بزاف يعني ما كتوفرش ليهم المارغرين. غادي نحتاج واحد 100 ملل ديال زيت نباتيه اللي هي بالكاس ديال الشاي او ديال العنبه كاس الا ربع. وغادي نحتاج ايضا 4 ديال المعالق كبار ديال السكر الخشن. ما غاديش نكثروا لاننا غادي نستعملوا الشكلاط في التزيين باش نوازنوا الحلاوه، ما نديروش بزاف السكر. نحتاجوا الفاني والخماره ديال الحلوه، وهنا عندي بيضه كامله وصفار بيضاء، كاس ديال نشا الذره، وعندي الدقيق حسب الحاجه باش غادي نجمع العجين. كيف ديما غادي نقول لكم شحال استعملت. نمروا الان الطريقه ديال التحضير. فغادي ناخذوا قصريه او الاناء اللي غادي نخدموا فيه. غادي نوضع الزبده. بالنسبه للزبده ما تستعملوهاش في هذه الحراره هذه، ما تستعملوهاش يعني ما تكونش بايته على برا، ولا يعني تكون في الثلاجه، لانها كتكون مع هذه الحراره كتذوب بسرعه هذه الزبده ديال العبار. فغادي نستعملها انا من الثلاجه وغادي نبدا كنخدم فيها بحال هكا. يعني كتلاحظوا انها دغيا كتطلق، ما نحتاجش انني نخليها في الحراره ديال المطبخ. كنخدمها مع داك السكر والفاني والملحه، غير كتنسجم معهم صافي. كنزيد الزيت النباتيه. بالنسبه للناس اللي بغيتو الحلوه ديالكم زعما تجي اقتصاديه، بغيتو تستعملوا المارغرين، يمكن لكم تستعملوها، غير الكميه ديال الدقيق ما غاديش تكون نفس الكميه اللي استعملت انا. يعني كتختلف الكميه ديال الدقيق مع النوع ديال الزبده. فانا كملت او من بعد ما خلطت مزيان كنزيد ديك الصفر ديال البيضه وبيضه كامله، وكنخلط نرجع نخلط حتى غادي ينسجموا المكونات، وعاد نبدا نزيد في المواد الجافه. هنا مباشره نبدا نزيد في النشا. عندي كاس ديال النشا اللي هي 90 غرام، وعندي خماره ديال الحلوه الوزن ديالها 8 غرام، ونبدا نجمع بالدقيق الكافي. عجينه خصها تكون رطبه، ما تكونش يعني ما تجمعوهاش ناشفه ولا غادي تبقى كتفرت لكم ما كتجمعش. دائما كيجيني هذا السؤال هذا، يعني الغلط كيديروه البنات، كيكثروا الدقيق والعجينه ديالهم كتبان لهم راها رطبه، ولكن من بعد كتشرب وكتبدا كتفردت وكتطلق لهم الزيت. دائما نجمع العجينه ديالي شويه رطبه في الاول، وهي محدها كتجلس وهي كتزيد كتماسك. فبالنسبه لي انا العجينه ديالي احتاجت لها 300 غرام عفوا ديال الدقيق، وكيف ما ديما عندكم ميزانكم. هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا، عجينه رطبه. كنجمعها وندوز مباشره باش غادي نشكل الحلوه ديالي. فكناخذ 2 قطع ديال الورق ديال طهي ولا بلاستيك غذائي الا ما توفرش الورق، وغادي ناخذ نص ديال العجينه وكنطلق بالدلاك ما بين هاد 2 قطع ديال الورق. طبعا السمك ماشي بحال الصابلي، فاحنا ما كنديروش الصابلي، يعني غادي تكون دوز اتاي سمك اللي غليظ شويه. غادي نقلب العجين ونتاكد ان السطح مقاد، ونبدا كنقطع في الحلوه ديالي. غادي نستعمل المسطره باش غادي نحصل على واحد الحلوه اللي غادي تكون يعني في قياس واحد. فهنا كما كتشوفوا حيت الزوائد، وغادي نبدا كنعلم فين غادي نقطع. فغادي ندير في العرض ديال الحلوه 1 سنتيمتر، وفي الطول ديالها غادي ندير فيها 5 سنتيمتر بالنسبه الا بغيتو يعني بنفس القياس ديال الحلوه ديالي. فهنا غير كنعلم فين غادي نقطع، ومن بعد غادي نستعين بالمسطره وغادي نقطع الحلوه ديالي. فانا درت هذا القياس هذا كتجي حلوه يعني بالحجم اللي صغير، لانه من بعد غادي نلاصق كل 2 حبات مع بعضياتهم. هي مازال كتزيد تنتفخ في الفران. وايضا فاش كنفندها يعني في الكوفرات وكذلك في
فاش كنغطسها في الشكلاط الحجم ديالها كيولي اكبر، فكتجيني يعني قياس مناسب، وطبعا الحجم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. هنا كنرجع نقطع بالعرض، واخيرا غادي ندخل هاد العجينه هذه كيف ما هي للمجمد مده ديال 10 ديال الدقائق، ولا حتى كتشد راسها وكتماسك، باش هكا ملي كنجي كنحيدها كتبقى الحلوه يعني محافظه على الشكل ديالها وكتجي مقاده فاش كنوضعها في اللاطه. صافي كنكمل في هاد الاثناء مع العجينه اللي بقات بنفس الطريقه. ملي كنسالي يعني كتبرد لي العجينه مزيان في الثلاجه او في المجمد، كنبدا كنهز الحبات او القطع ديال الحلوه ديالي وكنوضعهم في اللاطه ديال الفران اللي في هاد الاثناء كيكون كيسخن. كنديروه على 160 درجه الا كان الفران ديالكم كهربائي، وشغلوا المروحه الا كانت عندكم المروحه. الا كان يعني ما عندكمش المروحه ديروا 170 درجه تقريبا. دخلوا اللاطه في الوسط وخليو الحلوه ديالكم حتى طيب مزيان وتاخذ واحد اللون ذهبي خفيف. فران ديال الغاز غادي تشعلوا النار غير من الاسفل فقط، النار اللي غادي تكون مهيله، وخليو الحلوه ديالكم تطيب تحمر مزيان من الاسفل. وكيف العاده يمكن لكم تشعلوا لها من الفوق او تهبطوها باش تاخذ واحد اللون ذهبي خفيف. ونرجعوا باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين. هنا صافي الصبيعات ديال الحلوه هما طيبين كيف ما كتشوفوا، يعني كنديرهم واحد اللون هكا ذهبي خفيف. وهنا باش غادي نلاصق كل جوج مع بعضياتهم درت شويه ديال نوتيلا او اي شكلاط ديال الدهن بغيتو تستعملوا، وممكن ايضا تستعملوا غير الشكلاط العادي اللي غادي نزينوا به او تستعملوه يعني في الحشو. فهنا غير هاد النوتيلا يعني كتعطي واحد المذاق زوين للحلوه. فغادي نوضعها هكا في شي بلاستيك، وتقدروا ايضا توزعوا غير بملعقه، البلاستيك يعني كيساعد. صافي وكنبدا كنلاصق كل جوج مع بعضياتهم، كنشوف كل وحده اللي كتجي قدها في القياس وكنلاصقها وكنوضعها على جنب. الان بالنسبه للطريقه ديال التزيين غادي ناخذ هاد الكوفرات او الباستا. انا درت هذا ديال طونيك وغادي نوضعوه في المجمد كذلك حتى لانه كتكون مع السخانه كيكون دايب داك الشكلاط اللي فيه، فملي كنجيو كنحكوه كيتجلخ. فخليوه حتى يبرد مزيان. وهنا كناخذوا حكاكه ديال الخضر العاديه الجهه الغليظه وكنبداو كنحكو باش غادي نستعملوه في التزيين. تقدروا ديروا الكوك في التزيين او الفيرميسال ديال الشكلاط، المهم لاي حاجه بغيتو تستعملوها في التزيين. هنا بهاد الباستا او بهاد الكوفرات كيجي المذاق ديالو زوين. غادي نكمل بحال هكا حتى غادي نحك الكميه، ما نكثرش يعني حتى الا احتاجيت كنرجع نحك من بعد باش ما يضيعش ليا. صافي هنا كندوب شويه ديال الشكلاط اسود، وغادي نبدا كنغطس الحلوه ديالي. كنهزها هكا بشي فرشيطه بالطول، نحاول انني نضربها هكا مزيان مع الطرف ديال الزلافه، وكنحطها هكا في الكوفرات. كندير هكا واحد الزوج، ومن بعد كنحاول انني نفندهم بلا ما نقيس الحلوه ديالي بهكا. يعني كتكون الخدمه ديالي نقيه، ما نحتاجش انني كل شويه نبقى كنغسل. فغادي نتابع بحال هكا وكنوضع الحلوه على جنب، كنستنى ليها حتى كتنشف او حتى داك الشكلاط كيبرد، وصافي كنجمعها. اخيرا غادي ندير لها واحد الخطوط ديال الشكلاط من الفوق اللي كيبقاو اختياريين، وكتكون جاهزه للتقديم. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. بهكا نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما سالينا لها التزيين. كيف ما قلت درت لها خطوط ديال الشكلاط نفس اللي استعملت باش يعني فاش غطستها، كتكون بحال هكا. المذاق ديالها كيجي ولا اروع، رائع جدا، لذيذه وحشيشه
وكيف ما لاحظتوا طريقه جد سهله وسريعه، ما تحتاجش منا شي وقت اللي كتير، خصوصا مع هاد الحراره. يعني كنبغيو حلويات ساهلين وسراع ما كياخذوش الوقت بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وأيضا فعلوا الجرس باش يبقى دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم وراكبوا ايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.